عيش أنت، عيشي أنت أيتها المرأة. وغالبا النساء تثقل زوجها بالدين، تشوف فلانة وفلانة حالهم مو بخير إلا تبي تعيش حياتهم، تبي تعيش أثاثهم، تبي تعيش مواعينهم، تبي تعيش لباسهم، تبي تعيش حياتهم، وتكدر على نفسها وتعيش الوهم وتضر حياتها وتضر زوجها. لا جبنا، اشتلنا، ما مشيتنا، ما وديتنا، ما خذيتنا، آل فلان كل سنة مسافرين، الناس كل شيء مؤثثين، هذولا كل شيء حاطين. هؤلاء غير أنتم، وأنتم غير من هم دونكم، وهكذا. فالإنسان لا يعيش حياة غيره فيشعر بالشقاء وهو في حياة الآخرين يتمنون أن يكونوا مثله. أقول لكم حقيقة، فقراؤنا ومساكيننا عند بعض البلدان يرونهم أغنياء، وصلت؟ ومع ذلك لفقرائنا ومساكيننا حق علينا. انتبهتم؟ ارضى بالقضاء، سلم، والله ترتاح. أول ما يرتاح أنت، أول ما يرتاح أنت يا بنتي. لا تعيشين حارس في شقاء وتريدين أن تعيشين حياة غيرس، وكلها في مظهرية جوفاء قائمة على الديون، إما ديون بنكية أو ديون فيزا أو ديون من بطون الآخرين، فيعيش ذليلا تحت قضاء الدين والحاجة. انتبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذلوا أنفسكم بالدين. الدين مذلة. عيش حياتك أنت.